شفت هذا الفيديو والله العظيم نمت بالضحك. امير ديال قطر كيستقبل رئيس تبون الجزائري يستقبله بالبخور. يعني امير قطر نجا من الكوارث ديال نظام الكابرانات، طريقهم كحله كما قال منار سليمي الدكتور، كما قال المقوله ديال حسن الثاني الله يرحمه: يعرف العالم مع من حشرنا في الجوار. ها هو العالم، وصلنا لهذه الكلمه، كنا كنسحبوها غير كلمه عاديه، يلاه دابا وصلنا لهذه الكلمه ديال المرحوم حسن الثاني الله يرحمه الله. نعم متابعينا الكرام، يجب أن نعترف بأن أمير قطر هو فعلا ذكي. استقبل عبد المجيد حشاكم كما تشاهدون أمامكم على الشاشة بالتفوسيخة لأنه دليه التفوسيخة عاد خلاه يدخل لقطر لأن من بعد داكشي اللي وقع في روسيا ومن بعد هادشي اللي وقع في الصين، يلا غادي للصين واعصار قدو قداش كضرب في الصين، وبطبيعه الحال طريق الكبرانات كحله زحله فيما مشى الا وكتوقع شي مصيبه. امير قطر انتبه لهذه النقطه هذه، وكما تشاهدون استقبل عبد المجيد حشاكم بالبخور والتفوسيخه يعني صراحه غير شفت هذا المشهد كنت غادي نموت بالضحك، قسما بالله الا كنت غادي نموت بالضحك. وهنا علاش متابعينا الكرام العالم فاق لجوج حوايج. اولا باش يعرفوا طبيعه الحال المقوله الخالده ديال مع من حشرنا الله في الجوار، بغينا العالم يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. ثانيا طريق الكبرانات كحله زحله، وهو امير قطر يؤكد ذلك بالفعل، ويؤكد ذلك بالصوت والصوره. ما خلاش عبد المجيد حشاكم يدخل لقطر الا بعد ما فوسخو ودار ليه البخور، لان مصيبه الكحله راه نحس، والله العظيم الى نحس. مشى لروسيا قرب لها، مشى للصين قرب لها، مشى لبلايص اخرين يعني كتوقع فيهم شي كارثه وشي مصيبه وشي شي صاعقه كتنزل عليهم، فيما مشى الا وكتابعينه الكوارث. ان كنا ناخذ هذا الامر بمزحه، فالان امير قطر يؤكد على ان هذه المساله لم تعد مزحه بل اصبحت حقيقه، ودار ليه تفوسيخه ودار ليه البخور زعما لا حول ولا قوه الا بالله. صافي متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.